انا مقدماها للنائب العام او للنيابه. الصور دي اول اللي هي عباره عن ضرب الشرطه ليهم بالطوب، وبعد كده هو ضربوه بالغاز. على الاساس ده هو دخل لغايه مبنى المطبعه او بعد كمان مبنى. استدعوا حضرته لنقطه معينه ان الشرطه يجري، مش لازم يشوف غير انا مقدمه لهم الصور. الشرطه انا ما قلتش ان الشرطي ده هو اللي ضربه، انا قلت الشرطي انا جايبه صورته وعارفه شكله وعارفه الضابط وعارفه كله فوق 20 ضابط. اشمعنى ده بالذات اللي جايبينهولي ويقولوا لي هو دوت علشان المسافه ما تجيبش؟ انا عندي استعداد ومعايا صور وفيديوهات ومعايا كل اللي يثبت ان محمد اتضرب من قدام الباب. محمد كان واقف على الباب الرئيسي، معايا فيديوهات تثبت كده، وهو ده اللي انا قدمته. انا يا ست فاتن، يا ست فاتن، دي مش مشكلتي. ست فاتن، هاخد حق ابني يا ست يعني فاتن. هو قالوا ان التقرير الطبي الجديد هو كده. لا بس انا هعرف حضرتك سمعتيني انا اخر سؤال سالته للدكتور هشام ايه؟ لا انا كنت بقول له انا موطيه التلفزيون عندي عشان اسمعك من التليفون. طيب انا كنت بقول له يا فندم انه في نهايه الامر التقرير ده مع احترامي له مع العم ومع احترامي للعم وحضرتك بتقولي انه كان في ايوه يا ستي انه ده مش تقرير قدمتيها للنيابه. طلعني على التلفزيون. لا طلعني على التلفزيون، انا مقدمها للنيابه. حاضر يا فندم. انا طلعني على التلفزيون وانا هوريك التسلسل الفيديو وتسلسل ممكن ست فاتن ممكن حضرتك تنورينا بكره اذا تفضلتي؟ ممكن تشرفينا بكره؟ تشرفينا بكره بالصور دي. شكرا جزيلا. انا كنت بقى اتمنى وارجو من ربنا ان يقدروا يطلعوني على التلفزيون عشان اقول يا ستي ما انا قلت لحضرتك الصور اللي حضرتك بتقولي عليها دي صور ابنك هتتحط قدام محكمه، والتقرير ده هيتحط قدام محكمه، مفيش واحد فيهم اخر الطريق قدام المحكمه هتبرز، بس من حقك انك تعرضي الصور اللي حضرتك بتقولي عليه. يعني لا انا طرف ولا اتصور انه الدكتور طرف، لانه المحكمه مش هتاخد